هل في جديد إن شاء الله بعد المهرجان؟ ان شاء الرحمن. وانا بس عندي مشكله بتاعت مهرجان راس البر دي، احلها على خير باذن الله تعالى يعني. إيه المشكلة يا فندم؟ هو المهرجان بتاعي انا لما فكرت ان انا اعمل مهرجان راس البر السينمائي سنه 2014، كان ليا اخ وصديق، كنت بعتبره كده اخ وصديق ليا. فقلت له انا عايز اعمل مهرجان عندكم هنا في البلد في دمياط. لما حكيت له الفكره قال لي لا لا المهرجان ده يفشل. قلت له لا اسمع كلامي، المهرجان ده هينجح. والمفارقه الغريبه والعجيبه، قلت له خد فكره المهرجان سجلها في الشهر العقاري عندكم هنا، وعشان المهرجان ده هيتسرق لو احنا عملناه ونجح. وسجلها باسمه ولا باسم حضرتك؟ وانا اللي سجلتها باسمي. بخل يدفع 18 جنيه لتسجيل الفكره. هو لو كان ساعتها سمع كلامي وسجل الفكره باسمه ما كنتش هقدر افتح بقي ولا بنص كلمه. فلما هو ما سجلهاش نزلت انا سجلتها باسمي، واخد بالك، وعملت المهرجان وهو مش مقتنع، واخد بالك، وهو ملوش علاقه بالوسط، واخد بال حضرتك. وعلمته ازاي يبقى مدير للمهرجان، لان انا اشتغلت دورتين في مهرجان القاهره السينمائي. فعلمته ازاي يبقى مدير للمهرجان ويخاطب الجهات الحكوميه ازاي، ويخاطب الرعاه ازاي، ويسوق للمهرجان ازاي. اول ما خلص المهرجان من كده من هنا طمع في المهرجان. فقال لي انا عايز ابقى رئيس المهرجان. قلت له انت لسه قدامك كتير عشان تبقى رئيس المهرجان. لما لقيته مصر خدته لفريق العمل الدمياطي وقلت لهم يا جماعه انا متنازل للراجل ده عن المهرجان. الضمايطه كلهم اهل بلده واصحابه قالوا لي ايه ده، هتجيب ده يبقى رئيس للمهرجان؟ ازاي ده رئيس المهرجان ده لازم يبقى علاقات بالفنانين ليه حضرتك يعني وافقت إن هو يبقى رئيس المهرجان؟ ايامها لان كنت بحبه. يعني واحد صديقي 20 سنه دخل بيتي 300 400 مره، واكل شارب، وعرفه ده انا كنت بجيب له مساعدين الاخراج. اسمح لي حضرتك، يعني حضرتك رجل فنان وتدرك قيمة إنه كل شخص يعمل العمل اللي هو بيعرف يعمله قلت له انا بالذات في الفن. قلت له انا ساعتها انا اللي هعزم لك الفنانين والنجوم والقنوات، هتبقى انت مجرد واجهه اذا انت حابب انك انت تبقى رئيس للمهرجان. هو استعجل، راح عامل مجموعه شكاوي للمحافظ قال له فيها يعني كواليس المهرجان بالكامل، لدرجه ان المحافظ قال لك وقف المهرجان. يعني هو كان بيضرب في المهرجان اللي هو أصلا يعني شريك فيه المفروض، وطبعا الصداقة زي ما حضرتك قلت ال 20 سنة يعني. بالظبط، الله ينور عليك. لما لقيته بهذا الشكل، واخد بالك، بيضرب فيا. يعني يا فندم ده كان بيكتب على السوشيال ميديا كلام على مدار 6 سنين كل يوم، لدرجه انه كان بيشتمني بامي، يكتب اسم امي. ايه السبب يا استاذ عادل؟ هو طمعان في المهرجان. حضرتك اديت له رئاسته خلاص. اديت له، واخد بالك انت، لكن لا، عادل عمار لازم انا اوقعه علشان اقف انا واكبر وانجح. يا عم والله العظيم 3 ده انا كنت اتنازلت لك عنه بحسن نيه. طيب حضرتك عملت الدورة الأولى سنة 2012 أو 14. كان في دورات تالية ولا بس هي دورة الدورة؟ تانية بعدها قعدنا نحضر فيها وفجأة وقفت بفعل فاعل. عرفنا ان هو اللي كان بيقدم الشكاوي في امن الدولة وفي في المحافظة. مر بقى السنوات وايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي استفز حضرتك دلوقتي عشان تتكلم؟ اني لقيته يعني طوال ال10 سنين اللي فاتوا دول انت قاعد تحارب فيا، وتشتم فيا، وتشتم في امي، وتهين مراتي، وتهين ولادي. لا بقى، انا كنت يا راجل وقف قلت لك اعمله برغم انه ملكي، لكن لا, لا انت بالطريقه دي ومش عاوز حتى تقدم اعتذار ولا. طب انا اقول لك على حاجه، عصام الشيال، باشمهندس عصام الشيال صاحب فندق الوادي، الراجل ده ادانا الفندق بالكامل 7 ايام، ما خدش مننا جنيه بالكامل. كم غرفة؟ حوالي 70 او 75 غرفه، تمام، كل النجوم والشباب سكنوا فيه. تصدق بقى لما جه الاخ ده يعمل المهرجان راح يعمله في فندق تاني ويدفع فيه فلوس؟ طب يا اخي ما تشير الى ان المهرجان الاولاني اللي نجح وكسر الدنيا واقفه جنبك وبتصدق. يعني مهتمة ان المهرجان يطلع بشكل لائق. بالظبط كده، انت فاهمني. لا فهو يعني هو بيضرب بعرض الحائط كل الناس اللي ساعدت وساهمت في نجاح المهرجان. هو المهرجان المفروض ان هو هيعمل الدورة السنة دي. ده انا اوعدك بكده، يعني تم الاعلان انه في دورة، ان في دوره، بس انا مش هخليه يتعمل هو. هتتخذ الاجراءات القانونية لمنع اقامة الدورة. طبعا ده حقي، واخد بالك. انا طبعا يعني بحترم كل الكلام اللي حضرتك قلته وبقدر وجهة نظرك،
بس برضو بحترم الطرف الاخر، وحق الرد ان هو من حقه طبعا يرد لو عنده رد على كل الكلام اللي حضرتك قلته. انت عارف انا كنت بتمنى ايه؟ انه ما كانش يفضل يهني على صفحات السوشيال ميديا 10 سنين، ما كانش يشتم امي، ما كانش يشتم ولادي، ما كانش يقدم شكاوي هنا في وزاره الشباب والرياضه فيا. ده لدرجه انه وقف ترقيه وكيله وزاره سنه. اسال الدكتوره امل جمال عشان يقول لهم اعرفها طبعا دكتوره امل، من الشخصيات الجميله. والاستاذه مديحه واخد بالك هناك، اسالها، وقفها سنه. طب اقول لك على حاجه، الاستاذ الدكتوره امل الصبان الامين العام من المجلس الاعلى طفشها من مصر. يعني هو عنده السلطه انه يوقف ترقيه وكيل الشكاوي، ما انت ايه؟ شكاوى. الشوشره. هو صاحب مبدا ايه؟ العير اللي ما بيصيبش بيدوش، هو صاحب المبدا ده يعني. يعني انا بتمنى ان المشكله دي تنتهي، ويعني يرجع الود والحب ما بينكم زي ما كان، وتتعاونوا في المهرجان، لان في الاخر، في الاول وفي الاخر، ده يعني إضافة للمهرجانات المصرية وللسياحة المصرية. فبالتأكيد كلنا نتمنى إنه ما يكونش في أي مشاكل من النوعية دي، ويرجع المهرجان بيكوا برضو انتوا الاثنين، ويعني يكسر الدنيا بإذن الله تعالى. وأشكر وجودك، وأشكر ودعمك ومساندتك ليا في المهرجان يا فندم. ومليون مبروك مرة تانية على الدورة ال13 من عمر المهرجان الجميل أوسكار إيجيبت. ربنا يخليك، متشكر جدا يا ريس.